طاجن ورق العنب باللحمة، ويا سلام بقى لو يبقى دايب ومستوي كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت محقق المعادلة ما بين انه مستوي ومش مهري. ويا سلام سلطة الزبادي اللي هي بتكمله. يلا بينا نخش على الوصفة. عندي طاسة احط فيها سمنة او زبدة، احط اللحمة بتاعتي هبدأ اصدمها كويس قوي، والخطوة دي مهمة، لازم اللحمة تاخد لون من الجانبين. التوابل بتاعتي ربع معلقة من الفلفل الاسود والسبع بهارات، رشة جوز الطيب، وطبعا حبهان ولورا. هاصدم اللحمه كويس قوي مع البهارات لحد ما تاخد اللون. هبدا احط ميه كده تغطيها، وبعدين اغطي عليها واسيبها على جنب. الصلصه بتاعتي عندي بصلتين متوسطين، هحط نص الكميه للصلصه، واول ما لونها يبدا يحمر معايا كده احط معلقه من الثوم واشوحها، معلقه صغيره طبعا. واول ما اشم ريحه الثوم هنزل بنص كيلو من الطماطم، نص كيلو من الطماطم. وطبعا الطماطم دي كميتها نسبية. التوابل بتاعتي معلقة صغيرة من الكزبرة والبابريكا، نص معلقة من الفلفل الأسود، ربع معلقة كمون، ومكعب ماجي ده اختياري. هحط التوابل بتاعتي دي كلها مع الطماطم وهي بتتسبك، وبعد كده هضيف طبعا 3 معالق من الصلصة الجاهزة. الصلصة الجاهزة بجد بتديها لون وطعم وسمك كده جميل قوي. غطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. معايا هنا ربطة صغيرة من كل من الكزبره والبقدونس والشبت، هفرمهم ناعم. وربع كيلو ورق العنب بياخد معايا كوبايتين شاي رز، عليهم باقي كميه البصل اللي هي البصلايه التانية المتوسطه، والثلاث ربطات من الخضره. تمام. هديهم ربع معلقه من الفلفل الاسود. والخطوه دي مهمه قوي، اني ابدا اعصر البصل والخضره والرز مع بعض كده، واشرب الرز من عصاره البصل والخضره. بجد بتفرق في طعم المحشي جدا وبتخليه رهيب. اتمنى تجربوها. هنا خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت تماما، ما بقاش فيها ولا نقطه ميه زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى انزل بالصلصه بتاعتي على الرز، وهقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. وطبعا انا مش محتاجه اضيف توابل، انا متبلاها كويس قوي. تمام. هنا هبدا احشي المحشي على سوري، ورق العنب على الورقه الخشنه مش الناعمه اللي فيها لمعه. وبالطريقه دي هبدا اقفل من فوق كده والجوانب بالشكل ده، وهيتبقى الجزء الاخير هبدا الفه بالشكل ده، بحيث يطلع يعني، واحاول ان المحشي كله يطلع كله قد بعض. خلاص اللحمه بتاعتي كانت 3/4 سوا. هبدا بقى اضيف لها معلقتين كبار من دبس الرمان، وابدا املح في الوقت ده، واسيب اللحمه شويه كده دقيقتين 3 تعمل صوص مع دبس الرمان، لان الصوص ده انا هحتاجه بعد كده. الطاجن بتاعي الجميل او الحله المتاحه عندك يعني، هبدا ارص فيه شرايح البصل كده، وكل ما تكتري بصل كل بجد ما بتبقى رائعه يعني. هبدا احط شرايح اللحمه بتاعتي اللي هي 3/4 سوا، يعني لسه فيها جزء من السوا، او تقدري تحطي اللحمه مش مستويه براحتك. تمام. براحتك برضو عادي، كله تمام وزي الفل. بس انا بحب خطوه التسويه دي، لان هي اللحمه بتدي المحشي فليفر حلو قوي وهي مستويه ومتبله. ترصي بقى براحتك، اهم حاجه ما تبقاش طبقات المحشي مكتومه، بحيث الشوربه تعرف تتغلغل وتنزل لكل المقدار يعني. والصوص الخطير بقى اللي اتعمل من اللحمه هبدا احطه كده على وش الطاجن. بجد الخطوه دي بتخلي المحشي في حته تانية. هوزعه كويس بحيث يبقى واصل كل وش الطاجن، لان ده مع السوا هيتغلغل وهينزل تحت. هبدا بقى اضيف الشوربه بتاعتي، واخلي بالي ان اخر طبقه من المحشي مش هتبقى من ورق العنب مش هتبقى واصله لها ميه، زي ما انتوا شايفين كده. هغطيه بطبق عشان السطح كله يفضل مستوي كده وتمام. هغطيه بقى واحطه في الفرن بتاعي. اخد معايا تقريبا ساعه الا. بعد ما استوى هبدا بقى اقلبه في الطبق التقديم. الخطوه دي خلي بالك قوي عشان ما تضيعش الطبخه. واخبط كده عليه من الجوانب. و انا بجد مش عارفه اوصف المنظر، او مش عارفه اوصف الريحه ولا الطعم. اكيد انتوا وصل لكم الريحه يعني. جربوها بألف هنا وشفا، بجد كان طعمه تحفه، مستوي وفي نفس الوقت دايب بس متماسك. اللحمه بتاعتي مستويه جدا زي ما انتوا شايفين. البصل اللي على الوش ده بجد اجمد حاجه. اتمنى انكم تجربوها مع سلطة الزبادي. بجد ورق العنب مع سلطة الزبادي اختراع رائع. شكرا للي اخترعه. ولو عجبكم الفيديو فولو سبسكرايب. باي.